خزن الدهون حوالين أعضائك الداخلية في صمت وبتدمر طاقتك. وأنا قدرت أصلح اللي حصل لي أسرع من أي دكتور قال إن ده ممكن ومن غير أدوية. لو بتحس إنك متوه ملتهب وتعبان بعد الأكل، لازم تسمع اللي جاي ده. ال5 تغييرات الجاية أنقذت التمثيل الغذائية بتاعي وممكن تنقذك أنت كمان. خليني أكون صريح معاك، قبل ما اكتشف الأدوات دي كنت في أسوأ مرحلة في حياتي. بص على الصور دي. كنت سمين مش بس جسدي، ذهنيا كمان. ضغط الدم عالي، التهابات في كل جسمي بعد أي وجبة، انتفاخ، غازات، إسهال. كنت حرفيا مشتعل من جوه. وبعدين طبقت ال5 تغييرات دي وفي شهور قليلة بقيت كده. دي صورة بعد. خسيت 20 كيلو دهون، نزلت من 34% دهون جسم لرقم أحادي. تحول كامل في صحتي، وده كان من 18 سنة. والأهم مرجعش ليا، علشان ال5 تغييرات دي سهلة ومستدامة. التغيير الأول: بطل سناكس. التغيير الأول ممكن يعكس مقاومة الإنسولين أسرع من الكيتو والصيام. السناكس حتى الصحية هي العدو رقم 1 للإنسولين العالي. ليه؟ لأن كل لقمة بتشغل الإنسولين، حتى المكسرات. ليه؟ لأن كل لقمة بتشغل الإنسولين، حتى المكسرات، البروتين شيك، التوت، أي حاجة. معظم الناس بترفع الإنسولين أكتر من 17 مرة في اليوم، وده اللي كنت بعمله. فاكر إني صحي وإني مولع الحرق، لكن الحقيقة كنت بعلم جسمي يحرق سكر مش دهون. على المدى الطويل ده دمر التمثيل الغذائي بتاعي. الإنسولين عمره ما بيريح، والجسم عمره ما بيحرق دهون. الغريب، ولا دكتور سألني بتاكل كام مرة في اليوم. كان الحل دايما أدوية ضغط، دواء سكر، دواء ضغط انتصاب، دواء، وأنا عندي 23 سنة. فقررت حاجة بسيطة، وجبتين أو 3 وجبات كاملة ومن غير أي سناكس. واللي حصل؟ طاقة أعلى، حرق دهون، نوم أحسن، مشاكل الهضم بدأت تختفي. التغيير التاني: اقفل المطبخ قبل النوم ب3 ساعات. ده من أسرع التغييرات اللي عكست مقاومة الإنسولين. بعد المغرب حساسية الإنسولين بتقل من 30 ل 50%. يعني نفس الوجبة بالليل ترفع السكر أكتر بكتير. والأخطر، أي ارتفاع إنسولين بالليل يوقف هرمون مهم جدا، هرمون النمو. أقوى هرمون حرق دهون، مضاد شيخوخة وباني عضلات. ناس بتدفع آلاف الدولارات علشان يحقنوه، وانت ممكن تزوده طبيعي. بس إنك تقفل المطبخ. لما كنت باكل قبل النوم كنت أصحى متورم، جعان، مرهق. أول أسبوع وقفت آكل قبل النوم ب3 ساعات. السكر الصبح اتحسن، النوم العميق زاد، الالتهابات قلت، صحيت ببطن أنحف. التطبيق: لو بتنام 11، آخر أكل الساعة 8. التغيير الثالث: امشي بعد الأكل أقل مجهود وأعلى عائد. 10-20 دقيقة مشي بعد كل وجبة، خصوصا أكبر وجبة. النتيجة: خفض سكر الدم والإنسولين 30% من غير ما الجسم يطلع إنسولين. الجلوكوز يدخل العضلات مباشرة، مفيش هبوط، مفيش خمول، مفيش رغبة في السكر. بيسحب دهون من الكبد، يحسن الهضم ويهدي الشهية. القاعدة: بعد الأكل مشي حتى 10 دقايق. التغيير الرابع: صيام 24 ساعة أسبوعيا. ده كان زر إعادة التشغيل. أقل مستوى إنسولين في الأسبوع، تفعيل الأوتوفاجي، تنظيف الخلايا، إصلاح الميتوكوندريا. وده مهم جدا، لأن مقاومة الإنسولين يعني خلايا تعبانة. هرمون النمو يزيد 2000% للرجالة، 1300% للستات. عملت إيه؟ من عشاء لعشاء مرة في الأسبوع. قهوة، شاي، إلكترولايت من غير أكل. التغيير الخامس: الجري السريع. سبرنت 20 ثانية بكل قوتك، كأنك بتجري على حياتك. 90 ثانية راحة، 3 مرات، مرتين في الأسبوع. النتيجة: حساسية إنسولين، طاقة حرق دهون حشوية، تحسين المزاج. مش لازم جيم، ممكن عجلة، ممكن سباحة. الخلاصة: انت مش عندك مشكلة وزن، انت عندك عرض المشكلة الحقيقية: التهاب ولخبطة هرمونات وتوقيفات الأكل. ال5 تغييرات دول بيعالجوا السبب مش العرض. من غير عد سعرات، حرمان، أدوية مقاومة الإنسولين. مش معناها إن جسمك بايظ، معناها إن عاداتك محتاجة تصليح. لو الفيديو ده فارق، شاركوه مع حد محتاجه، وخليك معايا للفيديو الجاي.